معانا النهارده مع اشيك موبايل نزل في الفئه المتوسطه وهو الريلمي 11 برو بلس 5G. الموبايل ده تم الاعلان عنه بس في الصين، لسه ما نزلش منه النسخه الجلوبال يعني، ولكنها هتنزل قريب جدا كمان كام شهر يعني. انا بس حبيت اسبق كده وانزل اول فيديو في الوطن العربي عن الموبايل ده، والموبايل ده تقريبا هو اشيك موبايل في الفئه المتوسطه. حرفيا الموبايل ده جاي بافضل تصميم نزل في الفئه المتوسطه، جاي برده بوزن كويس، تخانه كويسه، شاشه كيرفت برده تديك احساس ان انت ماسك موبايل فخم. كل الحاجات دي بتخلي الموبايل ده يكون اشيك موبايل في الفئه دي، بالاضافه برده ان هو جاي بتطويرات كويسه جدا عن الريلمي 10 برو بلس، واللي برده عملنا له فيديو من كام شهر كده. فمن غير كلام كتير كده خلينا نبدا في الفيديو على طول ونعرف كل حاجه تخص الريلمي 11 برو بلس 5G. نبدا كده على طول باحلى حاجه في الموبايل ده حرفيا، وهي تصميم الموبايل. انت هنا عندك 3 نسخ من الموبايل ده بثلاث تصاميم مختلفه، او تقدر تقول بمعنى اصح كده تصميمين مختلفين. عندك اول نسخه من الموبايل ده جايه بلون كده ابيض او بيج شويه وخط ذهبي كده في النص مع نافذه الكاميرات الدائريه، والنسخه دي هي والنسخه الزيتوني جايين بظهر من الجلد، هيدوك ماسكه الصراحه ممتازه مع الشكل الكرييتيف ده اصلا اللي مش موجود في الفئه المتوسطه خالص. زي ما قلت لك كده، اي شركه موبايل عايزه تعمل موبايل في الفئه المتوسطه بتقوم جايه الظهر حاطاه بلاستيك او ازاز مع نافذه كاميرات فيها كام كاميرا كده بالطول. انما الصراحه ريلمي هنا واخده اتجاه جديد في التصميم. احنا شفنا الكاميرات الدائريه دي كتير، ولكن التصميم الجلد ده ما اتعملش قبل كده. فانت هنا عندك نسختين بنفس التصميم الجلد ده، واحده باللون البيج مع خط ذهبي في النص كده، وواحده تاني باللون الزيتوني، مع نسخه بقى ثالثه جايه بظهر من الازاز لونه اسود، ظهر مصنفر ما بيبصمش ما بيتخربش، ما فيش اي حاجه خالص ممكن تحصل له، ده غير ان هو ازاز بقى فيديك برده ماسكه فخمه جدا. كاتبين كده كلمه ريلمي تحت في النص مش على الجنب مثلا، فده برده حاجه جديده، مع وزن هنا 183 جرام مع تخانه 8.2 مللي، حاجه كده خفيفه مش هتتعبك في المسك. ودي تعتبر ميزه وعيب بقى للناس اللي بتحب الموبايلات التقيله، ولكن الصراحه انت كده كده لما تركب له كفر اصلا هيبقى تقيل. بس ريلمي اصلا معودانا انها تديك اخف وارفع موبايل ومع اكبر حجم بطاريه، لان هم هنا ما قصروش خالص في البطاريه ومدينا بطاريه كويسه. المشكله الوحيده في التصميم ده بجانب طبعا بروز الكاميرات هي ان الفريم هنا من البلاستيك، وده طبيعي بالنسبه لفئه سعر الموبايل، ولكن بقى مع الظهر الجلد او الازاز على حسب النسخه يعني كان المفروض يحطوا فريم من المعدن، ولكن ده شيء طبيعي جدا ان هم يحطوا لك هنا فريم من البلاستيك اصلا علشان فئه سعر الموبايل ده رخيصه جدا. وهنتكلم عن سعر الموبايل في اخر الفيديو. نيجي بقى لتاني حاجه برده مخليه الموبايل ده شيك جدا، وهي الشاشه اللي هنا هي شاشه كيرفت، شاشه فول اتش دي، والبانل بتاعتها هنا هي سوبر اموليد. وطبعا الشاشه هنا بقى فيها شويه الحاجات اللي احنا متعودين عليها، ال 120 هرتز والاتش دي ار 10 بلس مع ال 1 مليار لون. الشاشه دي 10 بت حرفيا تعرض لك الوان كتير جدا، مع سطوع هنا اعلى من النسخه اللي فاتت 950 نتس. الموديل اللي قبل ده كان 800 نتس بس، فده ابجريد كويس جدا من ناحيه السطوع. مفيش اي اعلان رسمي عن طبقه حمايه للشاشه دي، ودي طبعا حاجه على عاده ريلمي يعني، ولكن الشاشه هنا من ناحيه التصميم الصراحه ممتازه، شاشه كيرفد وبحواف قليله جدا، هتستمتع حرفيا لان الشاشه دي الوانها ممتازه، وكمان في تجربه المشاهده انت هنا معاك صوت ستيريو، فهتبقى واخد تجربه محترمه. فمن ناحيه التصميم والشاشه الصراحه الموبايل ده معلي على بقيه المنافسين. نخش بقى دلوقتي على حاجه مش هتعجبك قوي في الموبايل، وهي الاداء هنا ما فرقش كتير عن النسخه اللي فاتت. الموبايل جاي بمعالج جديد من شركه ميديا تك، هو الميديا تك دايمنسيتي 7050، والمعالج هنا هو 6 نانومتر، وده اول موبايل ينزل بالمعالج ده. عشان تبقى فاهم فالمعالج ده هو اعلى بس من الدايمنسيتي 1080 في الالعاب، ولو قارنته بالسناب دراجون 778 جي هتلاقي ان السناب دراجون اعلى بفارق 7%. فمن الاخر يعني لو كانوا حطوا 778 كان هيبقى احسن كتير، ولكن مش مشكله، انت هنا معاك واجهه ريلمي، واجهه سريعه خفيفه جدا مش هتقابل معاها اي مشاكل خالص، وبرده في الالعاب مش هيضايقك، هتلعب زي كل الموبايلات في الفئه دي ما عدا موبايلات بوكو طبعا، تلعب هنا على اتش دي ار وفريم ريت الترا. وطبعا الموبايل ده هيبقى نازل اصلا ارخص كتير من البوكو اف 5، فانت هنا واخد تجربه العاب زي كل الموبايلات في الفئه دي. ولكن انا الصراحه كنت اتمنى يحطوا معالج اعلى بفارق كبير، ولكن مش مشكله لان هنا في مميزات تانية كتيره في الموبايل ده. طبعا اتكلمنا عن التصميم والشاشه دي برده من ضمن المميزات الكبيره جدا، ولكن لسه هنتكلم عن الكاميرات. انت هنا حرفيا معاك كاميرات مدمره، الكاميرا الاساسيه 200 ميجا بكسل فتح حدث اف 1.7 وجاي كمان بمثبت بصري. طبعا ال 200 ميجا بكسل دي اثبتت فشلها في الريدمي نوت 12 برو بلس، لان في النهايه كاميرا سامسونج الاي 54 ال 50 ميجا بكسل بس طلعت احسن منها، وده يورينا طبعا ان اختيار الكاميرات مش بيجي بالرقم خالص، وعادي جدا ان شركه تحط كاميرا 200 ميجا بكسل ولكن تلاقي ان كاميرا ثانيه 50 ميجا بكسل بس واحسن منها، لان ممكن يكونوا مختارين مثلا كاميرا 200 ميجا بكسل ولكن نوعيه السنسور نفسها مش حلوه، وتلاقي الشركه الثانيه اللي حطت الكاميرا 50 ميجا بكسل مثلا مختاره بقى نوعيه سنسور نظيف، ومعالجه الشركه نفسها كويسه، ومختاره معالجته للصوره نفسها كويس. فطبعا الحوار مش رقم عدسه بس، معاك بقى طبعا العدستين اللي احنا متعودين عليهم، الكاميرا 200 ميجا بكسل الترا وايد وال2 ميجا بكسل للماكرو، مع سيلفي هنا 32 ميجا بكسل فتح عدسه اف 2.5، والموبايل هنا بيصور بكاميرا خلفيه 4K 30 فريم او بالكاميرا السيلفي 1080 60 فريم، وده برده المعتاد في الفئه دي. نشوف بقى الصور بتاعه الموبايل، هنا هتلاقي ان الصور دي ممتازه حرفيا من حيث بقى التفاصيل والالوان والدايناميك رينج. الصراحه الكاميرا دي ممتازه، مستنيينه طبعا ينزل جلوبال بقى عشان نعرف نقارنه هو والاي 54 من سامسونج، ولكن الصراحه نماذج الصور اللي اتصورت بالموبايل ده حلوه جدا، هتاخد تجربه تصوير الصراحه
حلوه جدا في الموبايل ده، معالجه الصوره هنا الصراحه ممتازه، فنقدر نعتبر هنا ان الكاميرات الخلفيه من نقط القوه اللي في الموبايل ده. كذلك برده كاميرا السيلفي هنا الصراحه كويسه جدا، بتديك تفاصيل كويسه، مع هنا السكان تونز بتبقى برده ممتازه كعاده ريلمي واوبو. ولكن زي ما قلت لك مستنيين الموبايل ده ينزل جلوبال بقى عشان نعرف نقارنه مع موبايلات سامسونج اللي في الفئه دي، عشان المقارنه هي اللي هتورينا ان كان فعلا الموبايل ده ككاميرات هو افضل كاميرا في الفئه دي ولا في حاجات احسن منه. فهنا من ناحيه الكاميرات الصراحه دي برده حاجه مميزه جدا في الموبايل ده، حاجه فعلا هتعجبك قوي وهتتبسط بكاميرات الموبايل. بما ان بقى شاشه الموبايل ده هي شاشه اموليد، فانت هنا عندك بصمه تحت الشاشه، وخدها مني كلمه كده، موبايل ريلمي او اوبو في بصمه تحت الشاشه، فهنا البصمه هتبقى صاروخيه، انت بتلمس بس البصمه حرفيا بيقوم فاتح، مفيش بقى انيميشن يبطل لك الفتح ولا اي حاجه خالص. ونفس الكلام برده بالنسبه للفيس انلوك، حاجه كده من ضمن الحاجات اللي ريلمي معودانا عليها هي واوبو، بالاضافه طبعا للشبكات بقى والبروكسيميتي سنسور والان اف سي برده موجود في الموبايل ده عادي جدا، ولكن للاسف هنا مفيش اي مدخل ل 3.5 مللي. نيجي بقى دلوقتي لاخر حاجه في الموبايل ده وهي بطاريته، وزي ما قلت لك في اول الفيديو ان ريلمي معودانا دايما على الموبايلات الخفيفه الرفيعه ولكن بدون اي تنازلات في البطاريه. هنا معاك بطاريه 5000 ملي امبير هتقضي معاك اليوم كويس جدا، هتكمل معاك اليوم كله لو انت استخدامك متوسط، اما لو استخدامك تقيل فهتحتاج تشحنه كده مثلا ايه في 3/4 اليوم ولا حاجه. ولكن الصراحه البطاريه دي مع السوفت وير بتاع ريلمي اللي بيوفر في البطاريه، وهنا برده المعالج مش هيسحب كتير، هو 6 نانومتر فهيبقى كويس جدا في سحب البطاريه، فانت مش هتشتكي خالص من البطاريه. واقول لك حاجه كمان، حتى لو اشتكيت من البطاريه دي ومش عاجباك كمان فانت هنا معاك شاحن في العلبه، ومش اي شاحن، ده شاحن 100 واط. انت متخيل يعني ايه شاحن 100 واط في العلبه؟ حاجه زي دي اصلا ما بقيناش متعودين عليها، لان موبايلات سامسونج كلها الرخيص والغالي ما بقاش فيه شواحن خالص، وحتى كمان اقصى سرعه شحن بتبقى 25 واط بس، ده الفلاج شيبس بتاعتهم 45 واط، الموبايل ده جاي بسرعه 100 واط وهو موبايل فئه متوسطه عادي. الموبايل ده تشحنه من 0 ل 100% في حوالي 25 دقيقه بس، وده رقم حرفيا مش موجود الا في كام موبايل من موبايلات شاومي، اولهم طبعا النوت 11 برو بلس، بعديه النوت 12 برو بلس والشاومي 12 تي، ثلاث موبايلات بالعدد اللي في الفئه دي اللي موجود فيهم السرعه دي اصلا، اللي هو انت يا دوب الموبايل فصل منك ولا حاجه او انت صاحي مثلا الموبايل فاصل، يا دوب هتحطه في الشحن وعم تخلص كده وتنزل هتلاقي الموبايل ده بقى 100%. زي ما قلت لك الموبايل نزل في الصين بس ولسه هينزل منه نسخه جلوبال قريب، ولكن النسخه اللي اتوفرت من الموبايل ده في الصين نسخ مهوله، اقل نسخه من الموبايل ده 256 جيجا مع 12 جيجا بايت رام، دي اللي اتوقع انها هتنزل جلوبال يعني. في بقى نسختين 512 مع 12 و1 تيرا مع 12، للاسف اعتقد ان دول بس موجودين في الصين ومش هينزلوا منهم جلوبال، اللي هينزل بس جلوبال هو ال 256، ودي طبعا مش وحشه خالص، هي بسرعه تخزيني وفي اس 3.1 مع رامات LPDDR5، فهنا الموبايل اصلا مش هيهنج معاك خالص، لان انت هنا معاك اربع حاجات مهمين، هم الشاشه ال 120 هرتز مع واجهه ريلمي الخفيفه مع معالج ممتاز وسرعه التخزين والرامات هنا الخرافيين، كمان برضو معاك 12 رام قابلين للزياده طبعا من السوفت وير، فهنا انت مش هتشتكي خالص من الموبايل ده من ناحيه السرعه خالص. نيجي بقى دلوقتي لسعر الموبايل، سعر الموبايل ده بيبدا من اول $300 لاقل نسخه اللي هي ال 256 مع 12 رام، وعم ينزل لنا جلوبال بقى وكده فممكن سعره ينط شويه ل $330 ولا حاجه، وده السعر المعتاد لاي موبايل في الفئه دي، هيبقى نازل تقريبا ب 1300 درهم ولا حاجه، فسعر الصراحه كويس جدا، منافس ل 54 ول 73 من سامسونج وللاوبو رينو 8 تي 5G من اوبو، ومنافس برضه للريدمي نوت 12 برو بلس 5G من شاومي، فالصراحه سعر منافس جدا لو نزل بالسعر ده يعني. طبعا كل محتويات العلبه موجوده عندك، جراب في العلبه مع الشاحن والموبايل بالاضافه لسكرينه متركبه عليه، مش هتصرف جنيه حرفيا على الموبايل ده الا لو انت بقى حابب تغير الجراب او السكرين. رايي بقى في الموبايل ده، فانا شايف من وجهه نظري الموبايل ده لو نزل بالسعر بتاعه $330 فالموبايل ده هيبقى بيتفوق على كل المنافسين في حاجات كتير، زي التصميم مثلا اللي مش موجود في الفئه دي خالص، الشاشه برضو الاموليد الكيرفد ال 120 هرتز اللي بتديك تجربه ممتازه، مع الكاميرات الصراحه اللي هي هنا كويسه جدا، دي كده اعلى ثلاث حاجات في الموبايل. بقيه الحاجات بقى زي المعالج مثلا البطاريه دي حاجات عاديه بالنسبه للفئه السعريه دي، موجوده في كل الموبايلات. ونسيت اقول لك على حاجه برضو من ضمن الحاجات اللي مش هتلاقيها في الفئه دي، وهي سرعه الشحن، ال 100 واط دي مش موجوده اللي في كام موبايل كده بس، فانت هنا عندك شاشه وتصميم وكمان معاك كاميرات وسرعه شحن مش موجودين في الفئه دي خالص، مع كمان سعر الموبايل، فهنا الموبايل ده قيمه مقابل سعر في كل حاجه الا الاداء. لو انت عايز تلعب بقى وعايز تشتري موبايل للالعاب بس، فانت عندك بقى البوكو اف 4 مثلا في نفس السعر. وبس كده، دي كانت كل حاجه عن الفيديو بتاع النهارده، لو عجبك بقى ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس، وبس كده اشوفك في الفيديو الجاي، سلام.